عن كل حاجة. النادي الأهلي بيفقد 5 نقاط، في نزيف للنقاط في النادي الأهلي، شايف رؤيته إيه المنتخب مصر للنادي الأهلي للنادي الزمالك، كل ده مع الكابتن عمرو الحديدي ولكن في الجزء الثاني من البرنامج. باتشيكو يرفض تدريب الزمالك. رفض البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك انه يرجع تاني مدير فني لنادي الزمالك، وشدد باتشيكو على انه بيرفض التعامل مع مجلس ادارة نادي الزمالك الحالي بعد الهجوم العنيف اللي تعرض له قبل ما يجي يمشي في الولاية الاولى، وان الناس انتقدته قدام اللعيبة في غرف خلع الملابس بعد خسارته مباراة في الدوري، فبالتالي هو بيرفض التعامل مع مجلس الإدارة الحالي لنادي الزمالك. على الجانب الآخر زيكو وعموتة يرحبان بتدريب الزمالك. النجم الكبير البرازيلي زيكو والمغربي الحسين عموتة المدير الفني لفريق الوداد المغربي اللي خدوا المركز السادس في كأس العالم للأندية. كنا نتمنى للوداد المغربي انه يعني يمثل افريقيا احسن من كده، لكن قدر الجزيرة برضو في تمثيل مشرف انه ياخد المركز الرابع، الجزيرة الاماراتي. لكن الكابتن الحسين عموتة المدير الفني لفريق الوداد المغربي موافق على تولي مهمة تدريب نادي الزمالك في حالة رحيل نبوشة. كمان اتعرض الامر على البرازيلي زيكو وبرضو ما مانعش ووافق، ودي ادي 2 مدربين من العيار الثقيل. مدرب الكاميرون يحدد شروطه للعمل في مصر. كاميرون الكبير السابق طبعا الكاميروني هوجو بروس المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون يعني حدد ان هو حاجات معينة علشان يتم تمرين نادي الزمالك. هو قال ان مش هيقدر من الاخبار اللي جايه له مش هيقدر يتعامل مع نادي الزمالك في ظل الموقف الحالي، وهو قال انا اجي مصر في حالتين فقط، يا اما تدريب المنتخب المصري يا اما تدريب النادي الاهلي، لكن بالنسبه له نادي الزمالك في الوقت ده هو مرفوض تماما. كلام نهائي محمد ابراهيم يرحل عن الزمالك. يعني كشف لنا مصدر كده مقرب من محمد ابراهيم ان محمد ابراهيم خلاص يعني بنسبه كبيره جدا بيرحل عن نادي الزمالك او هيرحل، لانه شايف ان رغبه الاداره في عدم بقائه واضحه جدا. كمان هجوم المستشار مرتضى منصور عليه بصوره مستمره، واضح ان محمد ابراهيم ايامه معدوده في نادي الزمالك. خلاص هو بدأ يكلم الوكلاء وبدأ يبحث عن عرض خليجي علشان على طول في يناير الشهر اللي جاي على طول يبتدي يلعب في مكان في الخليج، السعودية، الامارات، الكويت اللي بنبارك لهم على رفع الايقاف. 1000 مليون مبروك، ويرجع الدوري الكويتي تاني قوي وترجع المنافسات على ارض الكويت. الزمالك يسابق الزمن للتعاقد مع محمد. مالك بيسابق الزمن علشان يحصل على توقيع محمد عنتر صانع العاب الاسيوطي المتألق، يعني واحد من اللعيبه المتألقه جدا في الدوري المصري. يعني طبعا في علاقه جيده بين الحاج محمود الاسيوطي رئيس نادي الاسيوطي وبين نادي الزمالك. الحاج محمود عارف طبعا معروف بزملكاويته الشديده وراجل محب لنادي الزمالك، فمسؤولي نادي الزمالك عارفين ان محمد عنتر كان وقع للاهلي الموسم الماضي، وطبعا يعني حتى هذه اللحظه بيدرسوا في النادي الاهلي هل يتم استخدام محمد عنتر ولا لا. نادي الزمالك عايز يلحق يتحركوا بسرعه شويه علشان يمضوا محمد عنتر ويفوزوا بالصفقه. عبد الله جورج يخشى مخطط مجلس الزمالك لرحيل. يخشى الدكتور عبد الله جورج عضو مجلس اداره نادي الزمالك انه يكون في مخطط من جانب مسؤولي نادي الزمالك علشان الاطاحه به اذا ما حضرش 3 جلسات لمجلس الاداره. الدكتور عبد الله جورج بيأكد عدم توجيه دعوه رسميه للحضور في اول اجتماعات مجلس الاداره اللي هي يوم الجمعه، كانت يوم الجمعه. المجلس الابيض بيأكد ان هو بعت له دعوه. هنا بقى الناحيه القانونيه، يعني احنا عارفين ان اللائحه بتقول ان مجلس الاداره ليه الحق في انه يفصل او يحقق او يعمل اي حاجه مع احد اعضائه حال غيابه عن 3 جلسات متتاليه. فهل نادي الزمالك او المجلس الابيض برئاسه المستشار مرتضى منصور بيشتغل على دي، انه يكون بعد 3 جلسات يبتدي
ياخد بند اللائحه ويفصل الدكتور عبد الله جورج. طبعا احنا عارفين ان الدكتور عبد الله جورج والاستاذ هاني العتال الاثنين الوحيدين اللي اخترقوا قائمه نادي الزمالك. الاستاذ هاني العتال على منصب نائب الرئيس، وفي مشكله كبيره طبعا حضراتكم متابعينها وهنقولها كمان، والدكتور عبد الله جورج على مقعد العضويه. مرتضى وراء رفض تولي المعلم تدريب الزمالك. يعني كشف لنا مصدر داخل نادي الزمالك عن رفض الكابتن حسن شحاته تولي المسؤوليه الفنيه للزمالك، وكان الكابتن فاروق جعفر هو اللي قاد المفاوضات مع الكابتن حسن شحاته، لكن كابتن حسن شحاته قفل تليفونه، والكلام ده كان قبل المؤتمر الصحفي اللي عقده المجلس الابيض. طبعا كابتن حسن شحاته المعلم الكبير رفض تدريب الزمالك، وهو طبعا مش عايز يدخل في صدام مع المستشار مرتضى منصور. انتوا عارفين المستشار مرتضى منصور وهو رئيس نادي وفي مدرب، لو في نتيجه وحشه او تعادل او هزيمه او الفريق ماشي بشكل مش كويس بيبقى فيه يعني نقد شديد جدا للجهاز الفني. كابتن حسن شحاته طبعا ما يستحملش راجل يعني مدرب كبير وخبره كبيره وواحد من شيوخ المدربين في افريقيا كلها وفي الوطن العربي، فبالتالي مش عايز يدخل في صدام مع رئيس نادي الزمالك. الاداره تحيل سيديهات بوهو لاسماعيل يوسف. جيرارد بوهو ده مهاجم ايفواري متميز جدا، كان بيلعب في الدوري الكازاخستاني، والراجل عقده خلص والسيديهات بتاعته عند الكابتن اسماعيل يوسف، طبعا عضو مجلس الاداره والمشرف على فريق الكوره. الراجل ده جات له عروض مغريه جدا من القادسيه، والقادسيه طبعا السعودي والفيصلي السعودي، ونادي الزمالك بيفكر يعني جديا في انه يستعين بجيرارد بوهو. نبوشة يقرر الافراج عن المستبعدين بطلب من الاداره. على فكره مش ملاحظين ان الخبر ده ثابت معانا على مدار حوالي دلوقتي شهرين او 3؟ يعني كل فترة كده نقول نبوشة يقرر الإفراج عن المستبعدين. واضح إن ده شيء مش مظبوط، ودي حاجة غلط في الكورة. أنا النهاردة كل ما بتعادل أو أخسر أروح جايب الناس اللي ما بتلعبش أدخلها جوه الفريق، فالفريق يتعثر زيادة، فاروح جايب الناس اللي بره الفريق يروح الفريق متعثر زيادة. فبالتالي المسألة كل لما هتجيب ناس قاعدة على الدكة أو ناس بلغة الكورة كده من التلاجة ترجع تاني، المسألة هتبقى صعبة جدا. الزمالك يبدأ الاتصالات لضم الشحات. استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه يبتدي مفاوضات رسمية مع إدارة نادي مصر المقاصة عشان نادي الزمالك يضم حسين الشحات. حسين الشحات احنا عارفين انه تارجت لنادي الزمالك، والراجل ماشي هداف الدوري بشكل كويس جدا. خلينا ناخد بس المستشار القانوني للجنة الأولمبية المستشار أحمد عبد المطلب. صباح الفل. ناخد الدكتور عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. دكتور عبد الله صباح الفل. صباح الفل يا حبيبي. تحياتي ليك وتحيات الكابتن عمرو الحديدي وكل فريق العمل لحضرتك. يا رب يخليك. حضرتك ما جالكش دعوة رسمية يوم الجمعة بأن في مجلس إدارة لنادي الزمالك؟ الأول تسمح لي أهني أهالي المتر. حاجة محترمة جدا عنهم، ويعني أقول وأشكر كل من ساهم في إن 236 أسرة لهم البسمة والأمل في مستقبل ولادهم. فمبروك ليكم، وإن شاء الله ولادكم دايما يكونوا معاكم. هو الشكر كمان. ايوه الشكر ليكم انتوا مجلس اداره نادي الزمالك دلوقتي، وكان ليكم يعني تدخل كبير جدا. المناشدات كانت فرادة، ما كانتش عن طريق مجلس موحد. الحقيقه كانت فرادة، فانا بشكر كل من حاول انه يجيب افراج دول ويرفع عنهم الظلم. طيب نخش بقى ما جالكش ما جاليش دعوة رسمية لحضور اجتماع مجلس الإدارة. طيب اشرح اللائحة ما بتقول. معلش احنا طبعا على قدنا في حتة اللوائح دي بتاعت الأندية. اشرح لي كده الدعوة دي
الدعوه دي ممكن تيجي على فين يا دكتور عبد الله؟ يعني معلش، انت لما بيوجه لك دعوه رسميه، هل انا ممكن اوجهها لك على المنزل، ولا احطها لك في النادي، ولا احطها لك على الواتساب بتاعك، ولا على، يعني ممكن توجه في كذا مكان، ولا في مكان قانوني لتوجيه الدعوه؟ تسمح لي يا كابتن وليد، اللائحه بتقول ان يجتمع مجلس الاداره اجتماع عادي مره كل شهر، خلاص، وان يتم ارسال الدعوه للاجتماع عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول. ايوه. ويكون مصحوب بجدول اعمال الجمعيه. وبقى ليها قد ايه يا دكتور؟ الاجتماع ما حددش مده. اوكي. خلاص. دي لائحه الزمالك. دي لائحه الزمالك اللي تم التصويت عليها. تمام. دي لائحه الزمالك. او باي طريقه اخرى يوافق عليها مجلس الاداره. دي اللائحه بتقول كده. أيوة. في حاله طيب. اجتماع غير عادي، في حاله اجتماع غير عادي كل اللي قبل كده مش مطلوب يتم، بس لازم يكون في دعوه كتابيه لكل عضو من الاعضاء. دي اللائحه بتاعت نادي الزمالك اللي اخرت في جمعيه العموميه في 10 اغسطس. معنى كده ان لازم الدعوه، يعني الدعوه بتقول مسجل بعلم الوصول، الا اذا مجلس الاداره اتفق على طريقه اخرى.